السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم تاني في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب دايما كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده، انا حبيت بقى النهاردة ان انا اغير كده الاوضه بتاعتي وانضفها كده تنظيف عميق، لان بقالي كتير ما عملتش تنظيف عميق للاوضه. فعايزه كده انضفها تنظيف عميق خالص. انا بعمل الروتين اليومي العادي اللي هو بنضفها وبظبطها، اوقات بشيل الملايه كده، لكن النهارده بقى هنضفها تنظيفه جامده علشان تبقى نظيفه وكده، لان طبعا احنا في الصيف وبفتح الشباك على طول فبيبقى فيه تراب وكده. فقلت بقى ان انا انضفها عشان تبقى نظيفه وكده. اول حاجه طبعا المخده بتاعت جوري دي كانت برده مش نظيفه، انا هغسلها. طبعا انا هنا شلت الستاره وقلت طبعا ان انا هغسلها. انا كنت غاسله الاتنين بتوع اوضه الركنه، فكانوا برضو متوسخين وكده. لما جيت نضفت الركنه برضو غسلتهم. شلت برضو دي، قلت هغسلها هي والستاره بتاعه المطبخ. وطبعا هشيل الملايه، الطقم اللي انا فرشه ده، وهغسله وهظبط الدنيا. وهشيل برضو المفارش دي كلها كده واغسلها، لان التسريحه عليها تراب كتير خالص، بقالي كتير ما مسحتش الحاجات اللي عليها دي. فقلت ان انا امسحها بقى وكده واظبطها. وكمان السجادة، بس مش هشيل السجادة لان السجادة يعني ايه نضيفة وكده، كنت غسلها على العيد فلما لحقتش يعني تتوسخ. بس ايه هكنسها واظبطها واخليها تبقى نضيفة. هنا طبعا كانت جوري معايا، فعايزة اقول لكم والله العظيم ان هي بتتعبني جدا، بس يعني ربنا يهديها. هنا طبعا كنت بوريكم الستارة اهي، وهنا الهدوم اللي انا كنت طلعتها من الغسيل وكده، لان انا برضو كنت غسل شويه غسيل. طبعا هنا المطبخ زي ما انتم شايفين اهو، في حاجات عايزه بقى تتحط في مكانها، وطبعا في شويه اطباق وحاجات عايزه تتغسل. وهنا طبعا بصوا كنت بعمل الاكل وكده، فكب على ورق الفويل ده فالعيون بتاعه البوتاجاز ورق الفويل كله عايز يتغير، وامسح البوتاجاز مسحه حلوه علشان ايه اغير ورق الفويل ده واغسل العين واخليه يبقى نضيف. فانا هبدا برضو ان انا اظبط كده المطبخ بتاعي واخلص كل الحاجات دي. طبعا اول حاجه هنشر الغسيل عشان احط طبعا ايه الستاره والحاجات دي تتغسل. هنا طبعا بعد ما خلصت كده شويه حاجات في المطبخ، قلت بقى ادخل على اوضه النوم. شلت طبعا المفارش زي ما قلت لكم عشان اغسلها واظبطها، علشان يعني اغسلها على ما اخلص تكون نشفت واحطها تاني. لما مثلا بمسح التسريحه والحاجات وكده، لان طبعا انا بغسلها في الغساله فبتكون ناشفه. هنا طبعا انا كنت نشرت الغسيل بره في البلكونه اهو. طبعا شايفين السجاده، شايفين الحاجات اللي عليها موجوده، عايزه طبعا كل ده يتكنس. انا طبعا شلت هنا الطقم اللي كنت فرشاه على السرير، فهبدأ بقى ان انا امسح كده السرير وامسح الشباك والدولاب وكل حاجة. عايزة اقول لكم ان انا مسحت الشباك مسحة جامدة جدا، يعني كأني غسلته. نفضته الاول كده في فوطة ناشفة، وبعدين مسحته كده في فوطة مبلولة عشان يبقى نضيف. وبعدين بقى رحت جاية عاملاه بالملمع بتاع الخشب وكده، فبقى نضيف خالص كأنه مغسول. دلوقتي بقى انا هعمل ايه، هغير كده الطقم وهفرش طقم جديد على السرير، وهبدأ ان انا امسح كل الحاجات. طبعا هنا كنت بوريكم بقى ان انا حاطه الكوفرته بره هي والمخدات وكده في الشمس تتشمس، الشمس حاميه خالص اصلا. بصوا بقى ده الغسيل اللي انا نشرته اهو، الطقم اللي كان مفروش والملايه اللي هي الحافظه دي، والمفارش كنت برضو ده المفارش اللي هي بتاعه الركنه، والمفارش اللي موجوده بره كله غسلته. غسلت كل المفارش ما سبتش اي حاجه، علشان طبعا التراب وكده بجد بيبقى فظيع في الصيف. هنا طبعا كنت غسلت بقى المواعين. هبدأ بقى ان انا اعمل البوتاجاز كده زي ما انتم شايفين، والورق ده اللي انا لازقاه على الحيطة حلو خالص، بيمنع كده الدهون ومكان الزيت والحاجات دي ان هي تبقى ايه على السيراميك وكده. فبمسحها كده بالكلوركس بيطلع على طول وبيبقى نضيف. هنا طبعا هبدأ بقى ان انا اغسل كده البوتاجاز وهظبطه. انا كنت بوريكم بس ان انا يعني بدأت اعمله كده. وطبعا العيون دي هغسلها بسلكة عشان تنضف، وهظبط الدنيا دي. وطبعا الحوض برضو هغسله، بس اول حاجة ان انا هرص الاطباق والمواعين اللي انا غسلتها دي عشان يبقى عندي مكان ان انا احط فيه الحاجات اللي انا هغسلها. هظبط بقى كل الحاجات دي كده واغسل البوتاجاز واظبطه برضو. وبعد كده ادخل بقى على اوضه النوم عشان اكمل باقي الحاجات، لان في اوضه النوم كنت بعمل حاجه وبعد كده اطلع اعمل في المطبخ حاجه، علشان يعني كنت مستنيه لما الستاره تنشف وكده، وكمان لما المفارش اللي انا غسلتها تنشف علشان يعني افرشها تاني وانا بعمل الحاجه. طبعا هنا بقى انا كنت شلت كل الحاجات اللي كانت على التسريحه، وهبدا بقى ان انا اظبطها وامسحها. هنا يعني كنت بوريكم كده ان انا مسحت الازاز، بصوا بقى بيلمع ازاي. مسحته بالجلاسز، بصراحه بيبقى حلو جدا وبيلمع الازاز خالص. مسحته
هنا ومسحت كل الحاجات اللي موجوده قدامكم على السرير دي. وادي المفارش ايه هي زي ما بقول لكم ان هي يعني خلاص نشفت، لان هي بتطلع من الغساله ناشفه. فوالله يا دوب حطيتها في الشمس ما كملش 5 دقايق لقيتها نشفت خالص. فهبدا بقى ان انا افرش كل الحاجات دي على التسريحه وعلى الكومودينو، واظبط المفارش بتاعتي. وطبعا اظبط السرير. انا هنا حطيت بقى المخده والكوفرته والحاجات دي هنا عشان ادخلها على طول، لان الجو كان شمس بره خالص. فحطيتهم هنا كده يبقوا قريبين مني، يعني لما افرش الحاجه احطهم على طول. بس الاول كده هظبط الدنيا واحط بقى الحاجات اللي على التسريحه دي وافرش المفارش وكده. بس فهخلص بقى كل الحاجات دي وبعدين بقى ايه افرش السرير زي ما قلت لكم، وبعدين اكنس السجاده يعني في الارض. بصوا بقى هنا انا كنت منشره دي بره اصلا، كنت غسلاها اللي هي الحافظه اللي انا بفرشها يعني تحت الملايه. نشفت خالص لان الجو زي ما بقول لكم شمس. هبدا بقى ان انا افرشها وافرش الملايه اللي انا طلعتها دي. انا طبعا كنت بوريكم بقى ان انا كده خلاص فرشت المفارش اهي وظبطت كل الحاجات عليها. ورصيت كده الحاجات اللي على التسريحة واللي في المنظم بتاع المكياج ده برضو مسحته من جوه وظبطت كل الحاجات اللي كانت موجودة فيه. فده كده كان شكل التسريحة بتاعتي بعد ما خلصت وظبطت كل حاجة فيها. هبدأ بقى دلوقتي ان انا افرش السرير بتاعي ده واحط عليه الكوفرتة، وطبعا احط المخدات بقى واظبطها عشان يبقى كده خلصت وما وريش اي حاجة تانية غير بقى ان انا احط الستارة. بس انا مستنية دلوقتي الستارة تنشف شوية لان انا نشرتها بره في البلكونة. هنا طبعا اهو زي ما بقول لكم فرشت كده السرير بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. قولوا لي بقى رايكم ايه. وحطيت كده الكوفرتة نص كده على السرير. وهنا طبعا السجادة برضو كنستها كنسة حلو خالص وظبطتها خليتها تبقى نظيفة جدا كده. مفضلش في الأوضة بس غير ان انا احط بس الستارة، بس انا سايباها بره شوية في الشمس يعني لغاية ما تتشمس كده وتبقى ايه ناشفة خالص. وطبعا ده شكل السراحة اهي زي ما قلت لكم بعد ما خلصت وحطيت عليها المفارش. انتوا برضو قولوا لي كده رأيكم في التعليقات ايه كده النظام حلو ولا لا، وقولوا لي كده ايه رأيكم في التنظيفة دي. هنا طبعا كنت خلاص خلصت بالليل بقى شوية يعني على المغرب كده. كنت بقى جبت الستارة وركبتها. بصوا حتى المخدة بتاعت جوري نشفت لان بقولكوا الجو كان شمس خالص خالص فحاجة نشفت على طول. وحطيتها هنا كده المخدة بتاعتها اللي هي النص دي. هي طبعا ما بتنامش عليها بس انا حبيت ان انا اغسلها لان هي على طول بتاخدها بتلعب بيها وبتحطها في بقها، فقلت يعني تبقى نضيفة. وطبعا هنا فرشت بقى الدفاية دي قلت تحفظ كده السجادة علشان اوقات لما بسرح او اي حاجة بيكون في شعر او كده، فقلت ان هي تحفظ السجاده بحيث ان لو مثلا هي مش نضيفه او حاجه اشيلها انفضها على طول وتفضل السجاده نضيفه كده احسن بكتير يعني. واريح كمان ما اقعدش كل شويه بقى ايه اكنس بالمكنسه وكده، لان جوري طبعا والله العظيم بتتعبني جدا في الحاجات. يعني الحاجه اللي كنت بعملها في 5 دقايق دلوقتي بعملها في ساعه وفي ساعتين لان جوري بتكون معايا، فبيكون الموضوع صعب شويه. فبس زي ما انتم شايفين بقى انا كده خلصت الاوضه. عايزه اقول لكم كده يعني قولوا لي رايكم تحت في التعليقات ايه، وتشجعوا كده وقوموا اعملوا الحاجه اللي وراكم حتى لو وراكم حاجات والله بتعطلكم. يعني انا جوري اكتر حد بيعطلني في الدنيا بس مع ذلك قلت لا هقوم واعمل برضو علشان يعني الحاجه بتاعتي تبقى نظيفه وكويسه. بس ده كان الفيديو بتاعي النهارده واشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامه.